عمرك ركبت عربيتين نفس عدد الأحصنة بس واحدة بتشد جامد والتانية لأ؟ عمرك سألت ليه عربية بتثبت في الملفات وعربية تانية بتتزحلق وتعوم؟ الموضوع مش موتوره بس، الموضوع في نظام الجر والدفع. النهاردة هتفهم ليه الدفع الأمامي بيغلب في الزحمة، وليه الدفع الخلفي متعة سواقة، وليه الدفع الرباعي وحش الطرق الصعبة. وفي آخر الفيديو هتعرف تختار النظام الصح لعربيتك من غير ما تضيع فلوسك. قبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. الدفع الأمامي بنشوفه على كل العربيات الاقتصادية والصغيرة، وده مش صدفة ولا حاجة، ده عشان الدفع الأمامي بسيط وعملي وكمان رخيص. عربيات الدفع الأمامي بسيطة، العجلات الأمامية هي اللي بتحرك العربية وكمان بتوجهها، وده بيكون بسبب إن العربية ما فيهاش عمود كردان ولا ديفرنس خلفي. هنا الفتيس بيكون جواه الديفرنس الأمامي، يعني الجير والديفرنس بقوا قطعة واحدة واسمها ترانس أكسل، وكده هيبقى مفيش ديفرنس خلفي ولا عمود كردان زي ما اتفقنا. يعني كل حاجة مسؤولة عن تحريك العربية بتكون قدام، وده معناه وزن أخف للعربية ككل عشان قللت القطع المستخدمة، وكمان تكلفة أرخص في التصنيع، وده بينعكس على سعر العربية اللي بيكون أرخص من الدفع الخلفي والرباعي. بيديك مساحة أفضل في داخلية العربية أو الصالون. نظام الدفع ده بيديك تماسك كويس، هو مش الأفضل بين الباقي لكنه بيتفوق على كل أنواع الدفع في استهلاك البنزين عشان خفة وزن العربية، وعشان فقدان الطاقة هنا أقل، فطبعا استهلاك ممتاز. وعشان كده هتلاقيه في كل العربيات الاقتصادية المخصصة للمدينة. العجل الأمامي أو الكاوتشات هنا مسؤولة عن تحريك العربية وعن توجيهها، فعشان كده أدائها في الملفات والتراكات مش بيكون الأفضل عشان بيحصل أندر ستير. ولو متعرفش يعني ايه اندر ستير، فالاندر ستير ببساطة يعني العربية ما بتستجيبش للتوجيه، تكون بتلف الدركسيون وتلاقي ان العربية برضو لسه مكملة قدام في مسارها، بس ده بيحصل في السرعات العالية، فعشان كده اكيد مش هيبقى محبوب في العربيات القوية والاداء الرياضي. نشوف الدفع الخلفي ملك الدريفتات. المتعة كلها بتبقى هنا في الدفع الخلفي. الموتور بيكون متوصل بعمود كردان، ومن عمود الكردان للديفرنس والاكسلات الخلفية، عشان تبقى النتيجة ان الكاوتشات الخلفية هي اللي مسؤولة عن تحريك العربية، والكاوتشات الامامية هي اللي بتوجه العربية فقط. تماسك افضل بكتير من الامامي خصوصا في الملفات والطرق المزحلقة. متعة قيادة مش هتلاقيها في اي نوع جر تاني سواء في الحلبات والتصارع، عشان بيدي العربية توزيع وزن مثالي بيوصل ل50% ورا و50% قدام، أو في الدريفتات والتخميس. لأنك ببساطة لو عايز تدرفت كل اللي هتعمله إنك هتدوس بنزين وتوجه العربية صح، وهتعمل أحلى دونتس وبيرن أوت. وزن العربية هيزيد حبة بسيطة مقارنة بالأمامي عشان قطع أكتر، ولكن وقت الدوس وزن العربية كله بيتنقل للجزء الخلفي، وده بيزود تماسك العجل، وعشان كده العربيات دي بتطلع أسرع من نفس القوة بدفع أمامي، فمش أزمة قصاد المتعة اللي هتاخدها. وطبعا قطع زيادة يعني تكلفة تصنيع أعلى، يعني سعر العربية أغلى. ونظام الدفع الخلفي اللي بيكون محبب لقلوب الشباب دايما هتلاقيه موجود في العربيات الأداء الرياضي زي الماسل كارز، الدوج تشارجر مثلا، أو الجي دي ام الياباني زي السوبرا وغيرهم كتير. وحش الطرق الوعرة الدفع الرباعي. الدفع الرباعي بيوزع القوة على الأربع عجلات، بس خد بالك مش كلهم واحد. All Wheel Drive أو الدفع الرباعي المستمر. كمبيوتر العربية هنا هو اللي بيوزع القوة على الأربع عجلات من قرايات الطريق ودرجة الانعطاف وتماسك العجلات بالأرض وكمان السرعة. ده مصمم أكتر للطرق المزحلقة، بيديك تماسك جبار في كل الظروف اللي ممكن تقابلها في الطريق، بس مش بتاع بر. هتلاقيه في عربيات سيدان وكروس اوفر واس يو في كمان، لانه امان اكتر وبيديك اداء وتماسك كويس، وده هيخليك تشوفه على عربيات رياضية زي الاودي مثلا بنظام الكواترو الجبار اللي يكسب جايزة احسن نظام دفع كلي للعجلات. بيستخدموه في عربياتهم الرياضية والفخمة، لكن مش مصمم للأكشن والبر والصخور زي الفور ويل درايف، وده بيكون النوع التاني من الدفع الرباعي. الدفع الرباعي الاختياري. العربية أساسها دفع خلفي أو أمامي، بس في الغالب بتبقى خلفي. بيكون في ترانسفير كيس في النص عشان تشبكه وقت ما تحتاج من دوسة زرار أو عصاية للتحكم فيه، فينقل القوة للعجلتين التانيين وتخلي العربية دفع رباعي. الفور ويل درايف مصمم للأكشن، بر، جبال، طين، أحجار وصخر وأي ظروف تتخيلها. نظام بسيط، وعشان انت المتحكم فيه أداؤه بيكون ممتع في الصحراء والتخييم والمغامرات. عربيات زي الجيب رانجلر والفورد اف 150 وأي عربية متوحشة شبه دول هتلاقيهم فور ويل درايف. وعلى فكرة
الفور ويل درايف هيخليك تخمس برضه، هتفك الترانسفير كيس اللي في النص بدوسة زرار، ولو العربية خلفي تقدر بكل بساطة تخمس وتعمل دريفتات برضه كأنك سايق عربية دفع خلفي في الأساس عادي جدا. نظام بيجمع بين كل حاجة، قوة وتوحش في أي ظروف ومتعة سواقة الخلفي. لكن لازم تعرف إن وزن العربية هنا هيكون الأتقل مقارنة بأنواع الدفع التانية، وتكلفة تصنيع لقطع أكتر، فسعر العربية أغلى وأقل عملية بين الباقي، لأن تفاصيله وقطعه كتير بيحتاج صيانات أكتر عشان يفضل شغال بأحسن أداء ليه. اختيار نظام الجر ممكن يخلي عربيتك حلوة أو يخليك تكرهها. لو استخدامك يومي، مدينة ومشاوير، الدفع الأمامي مناسب ليك. لو بتحب الأداء والجنون مش هتلاقي أحسن من الدفع الخلفي. أما لو مغامرات وبر وطرق صعبة، هنا الرباعي هو اللي هيسد معاك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وتأكد انك مشترك في القناة عشان اللي جاي أجمد، وقولي في الكومنتات عربيتك دفع ايه وبتحب انهي اكتر. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.